كما سمعتوا الاصدقاء قال لكم 3300 درهم كاخر ثمن هذه الحوليه. وحنا ما كنجيو مع الكساب، ما كنجيو مع المواطنين، حنا كنبينوا الاثمنه للناس اللي كاينين في السوق. السلام عليكم الاخوان ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي حاله جيده ان شاء الله يا ربي. ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم هو نهار الحولي ان شاء الله يا ربي. غنمشيو للسوق الاسبوعي ديال سيدي حسين في مدينه طنجه، وغنصوروا لكم الحولي والاثمنه ديال الحولي ان شاء الله يا ربي. وحتى نتوما غنقربوكم من اللي كاين في السوق، على حسب كاين بعض الاخبار كدور كيقولوا بلي هذا العام هذا كاين الغلا والحولي غالي والناس مخلوعه من الثمن ديال الحولي. واليوم قررت انني نمشي للسوق ونصور لكم ونقربكم من السوق الاسبوعي ديال مدينه طنجه، ونكتشفوا كاملين بينا الاثمنه اللي كاينه في السوق والسلعه اللي كاينه في السوق وحتى السلالات اللي كاينين في السوق. خليكم معايا. دابا انا قربت للسوق، غنوصل للسوق وغنبدا معكم التصوير ديال الحولي ان شاء الله باذن الله. دابا حنا في الطريق كما كتلاحظوا الاخوان، حنا دابا شادين الطريق للسوق ديال سيدي حسين ديال مدينه طنجه، السوق الاسبوعي. وبطبيعه الحال غنقربكم من السوق والاثمنه اللي كاينين في السوق وحتى الحواله اللي كاينين في السوق ان شاء الله يا ربي باذن الله. وحتى نتوما ديو واحد الفكره على السوق وتعرفوا شنو كاين قبل ما تشريو. يلا خليكم معايا. دابا انا شاد الطريق، واحد دقيقه الماكينه ولا 5 دقائق غنكون تما في السوق ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا. كما كتلاحظوا الاصدقاء البركه هذه، غنشوفوا العمر ديالو وغنشوفوا المسائل ديالو، يعطينا الثمن ديالو الاخراني. قول لي اخي الثمن البركه هذا 350 500 درهم. العمر ديالو شحال؟ سداسي. كما سمعتوا الاصدقاء البركه هذه قال لكم 3500 درهم كاخر ثمن. ثمن مزيان باقي الرايقلو. الا قول لنا اخر ثمن باش الاصدقاء اللي ثمن 303. كما سمعتوا الاصدقاء قال لكم 3300 درهم كاخر ثمن هذا الحولي هذا. وغنصور لكم واحد البركه صغيره عنده هنايا. هذا شنو الثمن هذا؟ الثمن الاخرين 2700 درهم. كما سمعتوا الاصدقاء ثمن هذه البركه 2700 درهم في السوق ديال مدينه طنجه ديال سيدي حسين بالقرب من مدينه طنجه. عند البقالي ديجا صورت لكم عنده، دابا غنعاود نصور عنده ان شاء الله باذن الله. ولا دابا شي واحد اذا شرا شي حولي الله يخلي عنك عرافي كل عام كنخليو كل عام كنخليو. كما سمعتوا الاصدقاء قال لكم هو تما. كما سمعتوا الاصدقاء قال لكم شرا شي حولي ما عندوش الفيديو ديالو يقدر يخلي له هنا حتى اللعب ان شاء الله. هذه البركه قلت لي اخر ثمن ديالو معروفين. الثمن الاخر ديالو 2700 درهم. كما كتلاحظوا الاصدقاء راه بزاف ديال الناس كيقولوا كاين الغلا في السوق، كاين الغلا شي الغلا باقي ما كاينش الغلا. الصراحه الاثمنه شويه هذاك الجاره 300 طلقنا بروموسيون يقدر يخليه حتى 3500 درهم. اثمنه شويه 340 خليوه. صور لي هذا وجه احمر. هذا صور لي هذا خنفر. هذا خنيفره ياك. الثمن ديالو هذا كنساوي 2200. هذا ياك 2200. العمر ديالو هذا هذاك سداسي يا خا، يعني حولي كبير هذا. بقى سداسي مزيان. كما سمعتوا الاصدقاء الاخ البقالي هنايا في السوق ديال سيدي حسين راه في الداخل هذا السوق جا اثمنه عنده 2200 درهم، 2000 درهم، 3000 درهم، 3500 درهم. والحولي يعني كما قال لكم الجامع السادس. ما عندي عمله. وعنده صوره واحد البركه اخرى عنده تما الحولي صغير. ونشوفوا الثمن اللي كاين هنا في السوق ديال سيدي حسين بمدينه طنجه. اجوا معايا. شنو وريني تما خروفات عاود. خروفات كيعاد يديوهم من كما سمعتوا الاصدقاء راه عنده حتى الخروفات اللي بغى يعيط بالخروفه 1200. الله يسر له الامور. كما قال لكم عنده البروموسيون ديال الخروفه 1200 درهم حتى هي غنصورها لكم. وريني الخروفه للناس الخروفه اللي عجباتك 1200 كما سمعتوا الاصدقاء الخروف هذه كامله 1200 درهم. كما كتلاحظوا اللهم بارك والله يسر الامور للجميع. الحمد لله الخير موجود. كما كتلاحظوا هي 1200 درهم. الاصدقاء اللي بغى الخروفه غيجيو عند البقال هنا في السوق ديال سيدي حسين مدينه طنجه. اجي غنصور واحد الحوض عنده هنايا غيوريه لنا ان شاء الله. السوق سيدي حسين. السوق سيدي غنبينك هكاك. صور شوف برشا
هذا 3000 3500 درهم. زيدوا لنا شي حاجه وريني هذا 3600 اجي ابراهيم وريني الحولي هذا 3600 درهم. دائما عملنا متابعة. 3600 درهم. شو تبارك الله. مليح العائله 3600 درهم. باب سيدي حسين 3600 درهم. 3600 الناس ما صدقش اصدقاء 3600 درهم. الصراحه كنسمعوا كاين ولا لا؟ كيف اللي 3600 درهم اللي عندهم كاين اللي عنده ولا لا؟ 2000 درهم في الحولي الحولي والبقالي في سيدي حسين كيف اللي عنده اثمنه معوضه الاخوان. هذا عم نصوروا كل سيمانه نجوا نصوروا عنده ان شاء الله. كما كتلاحظوا هذا 3600 درهم حوالي تبارك الله. هذه الحاجه تشوف تبارك الله والبركه كامله ديالها هذه. الله يسر الامور فيها واللي بغى شي حاجه عيلقاها هنا عند البقالي عتسولوا له البقالي في السوق ديال سيدي حسين عطاوه هنايا. الله يسر الامور كما قال لكم نخليكم النمره ديال البقالي هنايا. إلا كان البقالي 36 27 65 97 تبارك الله. بقالي هنايا وفي اشناد وحرار. هذه هي نمره البقالي وعنده الرواد في سيدي حسين في الرواد اشناد وحرارين وفي سيدي حسين. اشناد والحرارين وسيدي حسين. وهنا كاين في السوق كيكون في السوق على طول الايام على طول الايام دائما الامور. واللي بغى الخروفه راه عنده الخروفه ب 1200 درهم. عزل اللي بغيتي عزل اللي عجبك بروموسيون كما قال لكم. الله يسر لك الامور. خلي البقالي الله يرحم والديك الله يحفظك. باقي عندي صور عندك ما جار طبابك الاربع في السبت دائما الله يرحم والديك. الله يجازيك كل سنه طبابك يجي عندي تما الاشناد عاود هاي طبابك ندير النمره ديالك نجيب صافي خايف عندك سير اخي سير اجي ابراهيم عشان حمزة عملنا الإشارة شوكو الدرع. ودابا الاصدقاء واحد الاخ خالد هنايا في السوق ديال سيدي حسين عنده واحد البركات حتى هي غنصوروها لكم بطبيعه الحال. نخليو لكم النمره ديالو ودابا غنقول له غنطلب منه يعطيني اخر ثمن ديال الحولي يعني بلاش قراب لا حتى شي حاجه باش حتى نتوما تعرفوا شنو كاين في السوق. اذا عجبكم شي حاجه راه كتصونوا على السيد وكتفاهموا معاه والله يسر الامور الجامع. دابا هذه البركه هذه عند الاخ خالد كما كتلاحظوا تبارك الله. السر ديال صغاري كما كتلاحظوا الاصدقاء. كتلاحظوا العمر ديالو يعني باقي سنادر في الاصدقاء. هذا باقي ما مطيحش مره كتلاحظوا. الله يسر الامور. وعطيني الثمن هذا الثمن الاخر ديالو كما سمعتوا الاصدقاء. الثمن كما سمعتوا الاصدقاء هذا 3500 درهم وسنان ديال الحليب عند الاخ هنايا. خلي شي واحد ياخذ عاوتاني. عندك تولي برمجة كما كتلاحظوا الاصدقاء هذا عاوتاني حتى هو سنان ديال الحليب عند الاخ خالد هنايا. وعطينا الثمن ديالو بحال شحال 3500 درهم على كل شيء اللي بغيتي. 3500 درهم وكاملين السنان ديال الحليب يعني اختار مع الاخ خالد اللي بغيتو. الله يسر الامور الجامع. عاودنا الاخ خالد ديالو ديال الصا هذه النمره الاخ خالد. تبغى شي حاجه راه عيطونا لي وعنده حوالي سنان ديال الحليب والسر ديال مزيونين 3500 درهم. كما سمعتوا الاصدقاء 3300 3400 درهم يقضي معكم الغرض والله يسر الامور الجامع. شكرا جزيلا. السوق ديال سيدي حسين في مدينه طنجه عنده واحد البركه حتى هي غنصوروها يعطينا الثمن الاخر ديال الحولي كما كتلاحظوا. هذه البركه هذه هذا اجي هذا خنيفره خنيفره ديال سي محضيت. هذه البركه هذه تبارك الله. حولي سمين تبارك الله يا ربي والعمر ديالو هذا سنه هذا سنه الحليب الاخوان كما كتلاحظوا. هذا خلينا باش شحال الثمن ديالو اخر ثمن 905 اخر ثمن كما لاحظتوا الاصدقاء. هذا الثمن كيقول في اخر ثمن 3500 درهم. دابا كاين الشريف ديالنا هذا كيبان لك 3500 درهم. واش مزيان 3500 مزيان. هذا الاخ اسامه هو هذا الله يسر الامور عند هذه البركه هذه كما كتلاحظوا كيقول فيه 3500 درهم. وغنخلي لكم النمره ديالو هذا كتبغيها عنده هنايا. وهذه تجي واحد البركه واحد الشاب طيول هنا في السوق ان شاء الله كيبين هنايا. تبع الله يسر الامور. هذا وريني هذا غليظ هذا
كامله تنفذ هذه اخوان انت ما هذاك الاسامه 880 كما سمعتوا الاصدقاء هذه البركه هذه 3700 درهم وتساوى سنندة الحليب ياك كم سنان الحليب كم سنان الحليب هذا باقي شويه صغير سنندة الحليب 3700 درهم اخر ثمن كيقول. والاثمنه كتراوح هنايا في السوق ديال سيدي حساين 3000 درهم 2500 3500 لحد الان. هذه الثمن اللي الاثمنه اللي شفت هنايا في السوق ديال سيدي حساين بين 2000 درهم و 3500 درهم. دابا كاين بعض الناس عندهم واحد التخوف من السوق. كلشي عايد ان شاء الله اللي عنده كلشي ارزاقيه ديالو كما سمعتوا الصادق قال لكم كلشي عايد ان شاء الله. وكنتمنوا ان الثمن يطيح شويه، كنتمنوا الاصدقاء ان الثمن يطيح شويه. دابا هذا كيقول لك 700 درهم الخريف هذا الثمن صالح وما عندنا ما نديروا حنا كنديروا الناس اللي كاينين شي الناس هذوك كيقول فيها كما شفتوا الاصدقاء هذا كيقول لك 3700 درهم كيقول اخر ثمن. ورينا هذاك ما هو مزيون شنو كيبان لك 3700 درهم مقارنة مع بعض هذا شوي لا ماشي مشكل كيبان وريني هذا قبلوا عنها الله يسلمك الله يسلمك ارى لي هذا الاخ اسامه حتى هو عاوتاني السن ديالو هذا عدتني عنده عام واحد عام 4 شهور ولا يحاول كيشعل تبارك الله. بسم الله كما كتلاحظوا الاصدقاء يحاول غزال تبارك الله وعالي وحتى السمونيه كاين سمونيه الاصدقاء. انا ما نقدرش نقطع الصراحه هذا تقيل الله يسر الامور في المولى. هذا اخي اسامه شحال الثمن ديالو 3700 درهم كاخر ثمن عند الاخ اسامه. ودابا نشوفوا النمره الاخ اسامه يعطيها لنا واللي بغى شي حاجه ولا اللي عجبته شي حاجه عنده خرفان هذا سنان الحليب اللي عجبته شي حاجه الله يسر الامور فيها. اسامه شكون هذا النمره ديالك؟ هذه 70 86 هذا هو النمره الاخ اسامه اللي بغى شي حاجه يكون عليه وراه عنده الرواء بزنا ان شاء الله يرضي الله يسر الامور الجايه. شحال الثمن ديالو؟ 3000 درهم تبقى 3000 درهم. اجي ابراهيم صور لي حوالي 3000 درهم. هذوما كاملين كيبقاو على بعضهم 3000 درهم كما كتلاحظوا كيطلع في الفلاح ديالنا 3000 درهم على بعضهم. اجي ابراهيم صور لي حوالي من هنا. هذا شحال نقدم هذاك اخي 250 هذا حوالي دخنيفره والسن ديالو كاملين سندتهم كاملين الخرفان باقي صغارين. وهذوما 3000 درهم كيقول على بعضهم هذوما كما كتلاحظوا. صور لي كيكسر الحولي 3000 درهم كيقول على بعض. وديك الصغارين هذوك شحال الثمن ديالهم؟ 2500 درهم. اجي بغا نصور الحولي 2500 درهم. نخلي الاصدقاء لا انا كنوري اللي كاين في السوق. انا شوف انا كنقرب الناس بالسوق. انت جالسه بالدار ديالك ماشي السوق كتقول لهم السوق غالي دابا 2500 درهم السوق الغلا كاين ولا الله يحسن لك الغلا كاين ولا الله يحسن لك 2500 درهم الله يحسن لك. لا ولكن انا كنوري واش هذا 250 لا غالي هذا 2500 درهم. هذا عرفت شحال الثمن ديالو 150 والله ما خسرهاش 500 درهم ما خسرهاش والله ما خسرها انا كنوري الثمن للناس الناس بالسوق. هذه الدور ديالي الله يسر الامور اللي كيسر كما سمعت يا اخي ابراهيم هذا البركه هذه كتقول فيها 2500 درهم. ولكن هذا الثمن دابا بحال دابا هذا 2400 درهم. هذو ماشي على شي 2400 درهم. هذوما الخفاف باقيين صغارين كيقول فيهم 2400 درهم. الصراحه كاين الثمن الله يسر الامور للجميع. وحنا ما كنجيو مع الكساب ما كنجيو مع المواطنين. حنا كنبينوا الاثمنه للناس اللي كاينين في السوق. عاد كنقربوا الاثمنه اللي كاينين للناس في السوق. صافي هادشي اللي الدور ديالنا حنا. قول لي بشويه داك السكره في القرعه الزاج لتحت.